طبعا كلنا عارفين قد ايه التجاره دي هي افضل مصدر ممكن يامن لك دخل محترم، سواء كانت تجارتك دي اونلاين او بتتاجر بقى عندك محل او بتتاجر في اي بضاعه في اي سلعه ايا كانت، وسواء بقى انت عندك البيزنس بتاعك الخاص القائم حاليا او لسه بتفكر تبتدي، فما ينفعش اطلاقا ما يكونش عندك متجر الكتروني او متجر اونلاين. اصل معلش يعني مين دلوقتي ما بيشتريش اونلاين؟ ما بقاش في حد بينزل الشارع ويلف في المحلات لان كله بقى موجود اونلاين دلوقتي، وفي عندك متاجر اونلاين موجوده بالفعل في السوق دلوقتي زي نون وجوميا وامازون والمواقع دي كلها اللي فعلا حققت نجاحات كبيره جدا وخلت الناس تتجه لسوق الاونلاين. والمشكله ان لو انت بتتاجر وعايز تعمل الموضوع ده انت كمان طبعا لازم تعمله بشكل احترافي، فطبعا ده هيدخلك في سكه انك محتاج مبرمجين ومطورين موقع وناس تشتغل لك على اليو اي او الواجهه بتاعت المتجر بتاعك، واللي هيدخلك في تكاليف خزعبليه. ولكن المشكله دي بقى اللي هيحلها لنا موقع شوب اكس، وده الموقع اللي عايز اجربه معاكم دلوقتي. الموقع ده كل دوره انك مجرد ما بتخش تسجل عليه تملى بياناتك والكلام ده كله، هو اللي بينشئ لك المتجر الالكتروني الخاص بيك، وحرفيا كده في ثواني، وحرفيا انت تتحكم في كل حاجه فيه من غير ولا سطر كود واحد. وده اللي ان شاء الله هعمله دلوقتي. هستعرض معاكم كل المميزات الخاصه بالموقع ده واللي هتخليك تبتدي النهارده قبل بكره. تعال نخش على الكمبيوتر بتاعنا، واحد من الاثنين دول، وهوريك كل التفاصيل. يلا بينا. بس رايح فين؟ في بدايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبي تك، وتعالوا استمتعوا معايا بالمميزات دلوقتي. طبعا اول ما هتدخل على اللينك الرسمي لموقع شوب اكس هيظهر لك الواجهه البسيطه جدا جدا دي، واللي هتلاقي مكتوب فيها تمتع بتجربه شوب اكس لمده 15 يوم بدون ما تضيف اي فيزا او اي بطاقه ائتمانيه او انك تضيف باي بال او اي وسيله دفع. التجربه مجانيه بالكامل. وعلى الشمال اهو ظهر لي الدعم الفني او خدمه العملاء اللي زي ما قلت لكم بالكامل باللغه العربيه. ممكن تدوس عليها وتبدا محادثه جديده مع اي حد من الدعم الفني وهيكلمك باللغه العربيه في اي مشكله بقى تواجهك ايا كانت. طيب وتعالوا نجرب بقى التجربه المجانيه دي مع بعض كده. بدايه بيطلب منك بس البريد الالكتروني. هدخل البريد الالكتروني بتاعي اهو وادوس ابدا تجربتك المجانيه. بعد كده اهو ظهر لي الايميل اللي لسه مدخله. هيطلب مني الاسم وليكن اهو عمر. اسم المتجر انا عايز اسميه مثلا اوبي تك على اسمي، على اسم القناه يعني. وهنا بقى بعد كده تملى خانه النطاق. النطاق دي يا جماعه ده سب دومين مش دومين رسمي. يعني مثلا ما ينفعش تيجي هنا تكتب www مثلا obtech.com ويشتغل. لا مش هيشتغل معاك لان هم دلوقتي بيوفروا لك خدمه مجانيه، فده سب دومين او دومين هم مديهولك كده ايه تبدا بيه الموقع وتجرب بيه المتجر بتاعك. لو حبيت بعد كده بقى تعمل دومين خاص بيك مثلا www.مثلا.ahmed.com عشان تعمل الموضوع ده بيكون من خلال الباقه المدفوعه على الموقع. ولكن انا مثلا في الباقه المجانيه اوبيتك فقط .myshopx.store ده هيكون الموقع بتاعي. كلمه المرور هدخل مثلا اي كلمه مرور، وفي رقم الجوال هدخل رقم الموبايل بتاعي. طبعا انت تختار الدوله من هنا على حسب الدوله اللي انت عايز تعمل منها المتجر، وهدوس استمرار. هنا بقى بيقول لك انت على بعد خطوه واحده بس من انك تنشئ المتجر بتاعك، ولكن بيطلب منك شويه معلومات عن المنتجات اللي هتبيعها. مثلا كيف تبيع حاليا، هيكون من خلال الموقع الالكتروني بتاعك فقط ولا شبكات التواصل الاجتماعي، ولا لا ابيع اي منتجات لسه. انا مثلا هختار شبكات التواصل الاجتماعي. هل لديك مصدر معين للمنتجات؟ مثلا عندي منتجاتي الخاصه انا اللي بعملها او من تجار الجمله دروب شيبينج. طبعا الموقع هنا بيدعم الدروب شيبينج اللي هو انك تجيب منتج من دوله ثانيه وتعرضه على المتجر بتاعك هنا عادي جدا. وليكن مثلا هنا انا هختار من تجار الجمله. هل يوجد لديك رخصه عمل مسجله مثلا؟ ما هي انواع المنتجات اللي بتبيعها؟ اكل، احذيه وملابس، منتجات تكنولوجيه مثلا. طبعا كل ده هيفيدك في المبيعات اللي هيكلموك بحيث يسهل عليك الدنيا جدا ويكونوا عارفين المنتجات بتاعتك ايه هي. هل امتلكت متجر من قبل مثلا؟ لا انا ما كانش عندي. بعدين هدوس انشئ الان. بيعد معايا اهو 5 ثواني بالظبط. سيتم تحويلك الان دلوقتي للموقع بتاعك. بيقول لك جاري تنصيب المتجر، ودلوقتي حاليا بيحضر لي المتجر بتاعي. تخيلوا عملت معاكم متجر كده في دقيقه واحده. بيقول لي تم الانتهاء من تنصيب المتجر، انت على بعد خطوه واحده دلوقتي من دخول عالم التجاره الالكترونيه. يلا بينا انا عايز اخش العالم ده ونشوف ايه الدنيا. وحرفيا ما كملش دقيقه وكان معايا دلوقتي المتجر بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نستعرض مع بعض لوحه التحكم واحده واحده ونشوف ايه كل الخصائص اللي بيقدمها لك موقع شوب اكس. مبدئيا كده دي لوحه التحكم بتاعتي. انا دلوقتي مثلا في حاجات مش فاهمها، هتدوس هنا على عرض فيديو شرح شوب اكس هيشرح لك كل حاجه. ده لو انت ما فهمتش مني مثلا في نهايه الفيديو حبيت تستفسر اكتر فيظهر لك في الفيديو ده كل حاجه، ولكن انا هفهمك كل حاجه واحده واحده. اولا انا مثلا عايز اضيف منتج جديد، اخش على المنتجات. انا دلوقتي لسه عامل متجر وعايز اضيف عليه اي منتج. دي منتجات كده هو حاططها لك، انت ممكن طبعا تمسحها مع نفسك، تدوس على تحرير وتمسحها. كرسي اهو متضاف، مش عارف هنا اهو كمان العجانه بتاعت العجين والكلام ده كله، شنط وبتاع، كل حاجه ممكن تضيفها. انا مثلا عايز اضيف منتج هدوس على ادراج. بعدين هيطلب مني صوره للمنتج بتاعي، وعشان تضيف بقى صوره للمنتج بتاعك ببساطه بتشوف الصوره بتاعت المنتج. وليكن انا عايز ابيع مثلا الطياره دي. تعالوا كده اهو احطها هنا كده بقى عندي صوره اهي للمنتج. بيقول لي الصوره حجمها كبير، لازم الصوره حجمها يكون اقل من 1 ميجا بايت. فتعالوا نشوف مثلا صوره ثانيه للمنتج بتاعنا تكون اقل من 1 ميجا بايت. وليكن يا عم انا عايز ابيع الطياره دي اهو. صوره للطياره الدرون دي انا مثلا عارضها للبيع، تعيين كصوره افتراضيه. بس هي كده بقت بصوا
صوره افتراضيه للمنتج بتاعي بقت محطوطه هنا اهي. هكتب اسم المنتج مثلا طياره درون، ده اسم المنتج. تفاصيل مثلا عن اي حاجه، سرعه الطائره 50 مثلا كيلومتر في الساعه مثلا، وليكن انا بعمل معاكم امثله، يعني انت ممكن طبعا تملى البيانات دي حسب المنتج بتاعك بالظبط. السعر انا هعرضها مثلا ب 5000، نقول 5000 جنيه. السعر بعد الخصم لو هنعمل خصم هكتب 4500 مثلا، خصم 500 جنيه. الاقسام هنا لو انت مش ضايف اقسام ممكن تعمل انشاء قسم جديد لو انت عايز تقسم المتجر بتاعك لاقسام جواه لو بيبيع كذا حاجه. مثلا اسم القسم الكترونيات، ووصف مثلا هذا القسم خاص بجميع الالكترونيات. عايز اضيف صوره للقسم برضو مفيش مشكله، ممكن اضيف صوره مثلا وليكن جهاز الميكروويف ده مثلا عايز اضيفه هو الصوره، وبعدين هدوس على علامه حفظ. كده انا بقى عندي قسم اسمه الكترونيات. عايز ارجع بقى للمنتجات نكمل بقى اضافه المنتج بتاعنا، ولكن في الاقسام هنا هنختار اهو الكترونيات ظهر عندنا بعد ما ضفنا القسم ده جوه المتجر. الكميه الموجوده عندي مثلا وليكن عندي 5 قطع، وفي اعدادات متقدمه لو انت عايز تضيف بقى حاجات اكتر، سعر التكلفه، نوع الضرايب اللي عليها، في قيمه مضافه ولا لا، وتضيف القيمه المضافه كام، ولو في عروض ترويجيه او مثلا في كوبونات خصم هتضيفها، كل حاجه هنا تضيفها بقى معاك. كل المعلومات الاضافيه تقدر تضيفها هنا. وليكن انا خلاص اعداد بسيطه وهخلص المنتج بتاعي، هدوس على حفظ. كده انا حفظت المنتج بتاعي بقى عندي اهو موجود جوه المنتجات بتاعتي طائره درون اهو موجود عادي خالص. طيب لو دخلنا على العملاء هنا هعمل ادراج وهضيف عميل اكني مثلا عميل اهو مثلا، وهوريك العميل هيشوف المتجر بتاعك ازاي وهيبان لك ازاي في الصفحه هنا. بص انت لما بيكون عندك عميل بيتضاف لك زي كده جوه قائمه العملاء، بيظهر لك العملاء بتوعك. وليكن اهو لسه مسجل نفسي عمر بكر، وده البريد الالكتروني، مجموعه العميل بتاعنا، وانا مثلا عميل تجزئه ولا لا على حسب ما وهو بيسجل عمل. كده انا اكون ايه ضفت عميل عندي. عايز اخش مثلا على التقارير، تعالوا نشوف بقى مثلا خانه التقارير. ممكن تعمل تقرير رصيد العميل، ده هنا بيشوف لك طبعا العميل الرصيد بتاعه عامل ازاي، اسم العميل، البريد بتاعه، مجموعه العميل اللي انت ضايفه فيها، والحاله بتاعته، والاجمالي اللي معاه. في عندك برضه تقرير اخر احداث العملاء وتقرير طلبات العملاء، العملاء طلبوا عندك ايه، او العميل اللي انت مثلا متضاف عنده هنا طلب ايه. دي تقارير اخر احداث العملاء، هنا كل العملاء اللي عندك الاي بي بتاعه دخل من انهي جهاز وتاريخ التسجيل كان يوم ايه، كل حاجه هنا عن العملاء. والتقرير الثاني هنا تقرير الطلبات، لو هم عملوا طلبات هتظهر لك هنا. وفي عندك بقى تقارير كتير زي تقرير بحث العملاء، بحثوا عن ايه، شحن المنتجات، التقارير بتاعتهم شحنوها ازاي، كل حاجه تخص العملاء هتظهر لك هنا. عندك كمان تقرير مبيعات، تقرير الضرايب، كل حاجه تقدر تتابعها على شوب اكس من خلال قائمه التقارير. الحاجه اللي بعد كده عمليه تسويق، ده لو انت بقى عندك مثلا مشهور او جو الافليت والكلام ده كله ممكن تعمل ادراج. عايز تضيف بقى حمله تسويق جديده ليك، بتكتب اسم الحمله وبتبعت مثلا وليكن اسم الحمله هسميه تيست او تجربه، وتعمل وصف للحمله، وده اللينك اهو مثلا او بي تك كذا كذا كذا. ده اللينك اللي بياخده المشهور او الانفلونسر او ايا كان اللي بيسوق لك، ومجرد ما اي حد هيخش على اللينك ده هيبان لك هنا كام واحد دخل، ومجرد ما حد يشتري او يدفع فلوس هيبان لك برضه. عندك برضه قسائم التخفيض، ممكن تعمل هنا كوبونات خصم للعملاء، واحد يديهم مثلا سالب 10%، واحد ينقص له 10 جنيه بس، وبتعمل انت ادراج وبتضيف الرمز اللي انت عايزه وبتقول الرمز ده بيخصم قد ايه من سعر المنتج. عندك برضو حاجه مهمه جدا اسمها اكواد الربط. اكواد الربط دي اللي انت بتربطها بالمنصات بتاعتك، زي مثلا ممكن تربطها هنا بالفيسبوك او جوجل اناليتكس او التاج مانجر او جوجل ادورد، كل المنصات دي، تيك توك، سناب شات، تويتر، كل الحاجات دي ممكن تربط بيها المتجر بتاعك. هنا بقى عندك برضو متجر التطبيقات، كل التطبيقات دي هيدعمها المتجر بتاعك، سواء تسجيل دخول من خلال حسابات السوشيال ميديا، تربط منتجاتك على الفيسبوك، تعمل دروب شيبنج على علي اكسبريس، كل ده موجود جوه متجر التطبيقات. هنا تقدر تخش وتعمل بقى تثبيت الاضافه دي او دي ايا كان اللي انت عايزه تثبته على المتجر بتاعك. ممكن تخش برضو على خانه المتجر الالكتروني وتخش بقى على القوالب او الثيمات. ده من الاخر الشكل اللي هيكون خاص بالمتجر بتاعك، ده مثلا الشكل الافتراضي واللي هيكون عليه المتجر بتاعك اول ما هتفتحه. ممكن تختار مثلا ده، تعالوا نعمل له معاينه مثلا نشوف شكله هيكون عامل ازاي. لو انت عايز المتجر بتاعك مثلا يكون شكله كده، عروض مميزه مثلا جاكيت مش عارف ايه، ساعات، طبعا كل المنتجات دي انت هتضيفها بقى وتضيف المنتجات بتاعتك كلها. طبعا ضفت معاك منتج ممكن تبقى تضيف منتجاتك كلها، هيكون شكله كده، هيكون حاطط لك كام صوره هنا بالخصومات او العروض واحدث المنتجات والكلام ده كله. طب عايزين نجرب قالب تاني مثلا، وليكن ده مثلا شكله عاجبني، معاينه. بصوا ده شكله شيك كده شويه، اعمل لك خانه مثلا للتيشيرتات، خانه للجواكت، خانه للفساتين. طبعا انت بتخش الاقسام بقى دي وانت بتعدل زي ما وريتكم ازاي تضيف قسم، بتاخد كل منتج وتحطه في القسم بتاعه. هنا بتحط بقى نيم تاني واسم تالت ورابع كل، وتعمل خانه الاتصال، كل حاجه دي انت بتعدلها. ولكن ده بيديك زي شكل ايه، ملخص كده او معاينه للقالب اللي انت اخترته. مثلا انا عاجبني القالب ده فهدوس على تثبيت، هيقول لك برجاء عدم اغلاق الصفحه. ماشي يا عم نستنى. بصوا ده كده لو تاخدوا بالكم ده شبه نون جدا، الثيم ده والقالب ده شبه نون بالظبط. هنا ده شبه رايه تقريبا، موقع رايه لو تعرفوه. هنا بص جاري تحميل القالب. طيب كده خلاص القالب بتاعي اتثبت. هنعين طبعا المتجر كله قدامكم، ولكن بعد ما نخلص كل ايه الاعداد بتاعتنا دي.
عندنا برضو هنا خانه نقاط البيع وبي او اس، دي طبعا خاصه بالعارفين انتوا المكانات بتاعت الفيزا اللي بتكون مثلا في المحلات او المتاجر. لو انت عندك محل او متجر تقدر تبيع او تدفع من خلالها وتربطها بالمتجر بتاعك هنا، ولكن دي شغاله بس في النسخ المدفوعه مش التجربه المجانيه اللي احنا عليها دي. تعالوا نخش بقى ممكن على الاعدادات، تعالوا نشوف بقى ايه الاعدادات الاكتر اللي ممكن نضيفها او نعدلها على الموقع بتاعنا. عندك اعدادات عامه، يعني مثلا في الاعدادات العامه دي ممكن من خلالها تغير اسم المتجر بتاعك، صاحب المتجر، العنوان، الاحداثيات بتاعته او مكانه، تحط له علامه تجاريه بقى وتغير الايقونه هنا، تغير الشكل بتاع المتجر. دي الاعدادات العامه باي متجر. في عندنا كمان نرجع بقى للاعدادات برضو، ممكن تعدل برضو طرق الشحن. في عندك طرق شحن يدويه وطرق شحن شركات طرف ثالث. طرق الشحن اليدويه دي انت ممكن تضيفها توفرها للمتجر بتاعك. لو انت عندك شحن مجاني، عندك شحن بالوزن حسب المنطقه، تختار تنصيب او تحرير وتعدل عليه، عندك شحن بالقطعه، تكلفه ثابته للشحن، عندك مثلا سعر ثابت على كل المنتجات بتاعتك اللي بتشحنها، استلام من المتجر حد يجي لك هو يستلم، او شحن بالمنطقه الجغرافيه حسب المنطقه بتروح توزع على منطقه معينه والزبون او العميل يروح يستلم من المنطقه دي. دي طرق الشحن اليدويه. في برضه طرق شحن خاصه بشركات طرف ثالث زي مثلا دي اتش ال وارامكس والشركات دي كلها، وممكن انت تضيف شركه ثالثه زي مثلا عندك اوفر او دي اتش ال او اي مكان او فيد اكس او فيتشر. كل دي شركات شحن، وانت كمان في امكانيه انك تضيف تكلم خدمه العملاء وتضيف شركات طرف ثالث تانية غير دول. في برضو عندنا طرق الدفع اللي انت عايز تتاحها خلال المتجر بتاعك. في طرق دفع برضو يدويه وفي طرف ثالث. اليدوي لو من خلال تحويل بنكي، دفع عند الاستلام ان الواحد يستلم الاول وبعدين يدفع لك فلوسك، في شيك بنكي، باي بال، او انهاء الطلب مجانا اللي هو انت الطلب توزعه ببلاش كده. في متاح عندك برضو طرق دفع من خلال طرف ثالث زي ما هتشوفوا دلوقتي. بصوا ممكن من خلال تاب او تمارا او ميسر او ماي فاتوره، وبرده في امكانيه انك تضيف اكتر واكتر عن طريق بس انك تكلم الدعم وتقول لهم على طريقه الدفع اللي انت عايز تضيفها. طبعا هنا حرفيا زي ما بقول لكم المتجر ده كانك بتعمله بايدك كده، تعدل كل حاجه فيه. في الضرايب وعندك الدومينات بقى زي ما قلنا في اول الفيديو، لو عايز تضيف دومين خاص بيك ولكن ده طبعا بيكون مدفوع. اللغه والمكان لو عايز تغير اللغه او العمله كمان بتاعه المتجر، مثلا الدوله، اللغه الافتراضيه، العمله الافتراضيه مثلا الجنيه المصري، مثلا ممكن تخليه اليو اس دي دولار ايا كان اللي انت عايزه. كل ده بتغيره من هنا. الدول تغيرها برضو، كل حاجه تقدر تغيرها من هنا. عملات المتجر تضيف العملات المتاحه. المدراء لو عندك هيكون في مديرين على المتجر بتاعك تضيفهم من هنا. حسابات العملاء لو عندك عملاء على المتجر. المنتجات والطلبات وادوات التسويق كل ده تقدر تعمله هنا بسهوله جدا جدا زي ما انتم شفتوا على الاعدادات الخاصه بالمتاجر. لو انت بقى عايز تحصل على رصيد مجاني على موقع شوب اكس، هتدوس على احصل على رصيد مجاني. شايفين اللينك ده؟ اللينك ده بقى انت بالافiliate او بالعموله هتاخد اللينك ده وتسوق له في كل حته. لو اي حد دخل من خلال الرابط ده هيتحسب لك هنا في عدد الدعوات، هيتحسب لك بقى زياره. واول ما هيعمل اي عمليه شراء او عمليه دفع هتلاقي الكلام ده كله نازل لك في الرصيد بتاعك هنا في الرصيد المتاح، وهتكسب طبعا 20% على كل اشتراك حقيقي من خلال الرابط بتاعك ده. تعالوا بقى نتفرج على شكل المتجر بتاعنا من بره كده. هندوس على شوب اكس ديمو زي ما انتم شايفين. بصوا الدومين بتاعه اهو obtech.myshopx.store، ده الدومين زي ما عملناه في الاول. لحد ما يفتح عايز اوريكم كمان في حاجه اسمها السلات المتروكه. دي لو السله او العميل حاطط فيها مثلا اختار كذا منتج من عندك ولكن لسه ما عملش شراء، فبتظهر لك في السلات المتروكه. لو مثلا اختار كذا حاجه وسابها او نساها او ايا كان هتظهر لك هنا. طيب وبمجرد ما هو زي ما انتم شايفين فتح الموقع بتاعي، عندنا زي ما نفس الثيم او نفس القالب اللي احنا اخترناه. عندنا شحن وارجاع مجانا، كل ده احنا ضايفينه في الاعدادات. الفئات الرئيسيه مالنا احنا مش عارف ايه، التيشيرتات، الجواكت، الفساتين، كل حاجه هنا اهي خاصه بالمنتجات بتاعتنا. مش احنا دلوقتي ضفنا الطياره الدرون بتاعتنا؟ تعالوا نعمل عنها سيرش. هكتب اهو معاكم درون واعمل انتر. طلع لي اهو طائره درون سعرها 4000 ونص بدل 5000 زي ما احنا عملنا وخصم 10%. ولو دخلت عليها بصوا اللي هيحصل، هنزل تحت في التفاصيل هلاقي اهو سرعه الطائره 50 كيلومتر في الساعه زي ما انا كتبت بالظبط. عايز بقى اضيفها ادوس اضيف للسله كده، هي اتضافت خلاص في السله بتاعتي. هعمل هنا بقى ريفريش في الطلبات، هلاقي في السلات المتروكه مكتوبه هو واحد زي ما قلت لكم. لو عميل ضاف حاجه في السله وسابها بقى او نساها او لسه ما اشتراش هتظهر لك هنا في السلات المتروكه. طبعا عشان اخش عليها برده محتاج اعمل ايه؟ ترقيه بخطه الاسعار. وليكن مثلا انا هو عميل اهو، هخش هعمل اتمام الطلب. انا عايز اشتري بقى خلاص، هشوف انا عايز اسجل كضيف او تسجيل او تسجيل دخول. وليكن بصوا انا هعمل ايه، هعمل معاكم عمليه شراء كامله. هعمل تسجيل دخول لان انا كنت مسجل اصلا ايميل هنا لو تفتكروا، هدخله هنا اهو. بعد ما دوست متابعه وضفت العنوان بتاعي وكده، طبعا زي ما انتم شايفين اهو تكلفه الشحن احنا كنا مختارين ثابته معموله 5 جنيه مثلا لكل اوردر. لو في طلب معين او اي حاجه هدوس لقد قرات مش عارف ايه، متابعه عمليه الدفع، تاكيد الطلب. طبعا مش هيكمل لان دي تجربه، ولكن ده اللي بيحصل بالظبط مع اي عميل حب يشتري اي حاجه من على المتجر بتاعك. تمن اهو التكلفه بالاضافه لثمن الشحن وشكرا تاكيد الطلب. ومختار اهو خيار الدفع عند الاستلام، ده اللي انا مفعله بس في الاعدادات. بصوا لما بعمل ريفريش هنا في خانه الطلبات بقى بعد ما عملنا اوردر او عملنا طلب بالدرون، ظهرت لنا هنا اهو ولكن معلق طبعا لان هو ما تمش التنفيذ للاخر، والاجمالي السعر بتاعه
وكل حاجه ظهرت لي ايه هنا. ممكن ادوس استعراض كمان، هيظهر لي بقى كل حاجه، تكلفه ثابته للشحن، ان انا عميل تجزئه، ده الايميل بتاعي، وكل حاجه عن العميل ده وعن الاوردر بتاعه هتظهر لك هنا في الخانه دي. طب بعد ما خلصنا بقى كل حاجه عن موقع شوب اكس، تعالوا نشوف بقى الخطط والاسعار لو حبينا نرقي. التجربه المجانيه وخلاص جربناها ولقينا الموقع فعلا عجبنا وفرق معانا جدا في الشغل. تعالوا نشوف لو حبينا نشتريه او نشترك فيه في نسخه مدفوعه هتكون عامله كام، بحيث تفتح كل المميزات المدفوعه. عندك الستارت ودي اقل باقه ب $18 في الشهر، اشتراك يعتبر بسيط بالنسبه ان انت هتتاجر وكده. كل حاجه تاهلك للبدايه هتكون موجوده على الباقه دي. طبعا شوب اكس ستاندرد دي باقه بقى اعلى، كل مميزات بقى كل حاجه اعلى واحده بقى شوب اكس برو، فيها كل حاجه بقى، تنقل بياناتك من المنصات الاخرى، نجيبها لك من منصه للمنصه دي على طول، اداره مستودعات بقى لو عندك مستودعات كبيره والشغل بتاعك اكبر، 5 عناوين، ربط كامل مع واتساب بيزنس، كل حاجه بقى، وبيوصل لحد $93 فقط في الشهر. ممكن تعمل كمان اشتراكات سنويه من هنا لو حبيت، 530 في السنه او 930 او $180 فقط سنويا. وبس كده، ده كان كل حاجه عن موقع شوب اكس. لو عندكم اي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات، او لو عندكم اي استفسار بقى بجد خشوا على الموقع ده وسجلوا وكلموا الدعم او خدمه العملاء بتاعتهم، هيعرفوكوا على كل حاجه وباللغه العربيه كمان. ويلا بينا نختم الفيديو بتاعنا. وبس كده في نهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وفاتكم. ما تنساش في نهايه الفيديو تعمل لي لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبجيتك واشوفكم فيديو جديد. سلام.